عارفين ليه في ناس بتوصل للي هي عايزاه وبتبقى على نفس درجة النجاح وسهل تحقق أهدافها؟ في ناس بيحركها غريزة الخوف. تلاقي اللي بيخاف من الوحدة فدايما بيشتغل على حاجة تخليه ما يبقاش لوحده. غريزة الخوف من الفقر فدايما هتلاقي الشخص ده بيشتغل كتير علشان يبقى غني. غريزة ان هو عايز ينجح، غريزة ان انا عايز انجح وعايز ان انا اوصل لمكانة معينة. غريزة حب النفس، انا عايزة اشوف نفسي دايما فوق. الخوف اوقات مش بيكون وحش، الخوف بيحميك. مش عيب لما بتبقى بتعمل حاجة علشان ان انت خايف، بالعكس ده هيخليك تستمر وهيخليك دايما ان انت بتجري ورا نفسك، بتجري على هدفك ويخليك تستمر فيه. الخوف ده مع الوقت هو اللي هيخلي عندك شغف الاستمرار. لما دايما تحس نفسك ان انت بتقع ومش قادر تكمل حاجة، وبتحس نفسك كل حاجة بتبدأها ليها نقطة معينة وبتقف فيها، مش عارف تكمل حاجة انت بتبدأها. عارف ليه؟ علشان مفيش حاجة معينة مخليك خايف ان انت تخسرها. يعني لو انا خايف ان انا ابقى مستقبلا وحيد، فانا بالتالي لازم اخلق لنفسي جو، اخلق لنفسي حاجة تخليني مبقاش وحيد. فالخوف والهدف ده هو اللي خليني افضل مستمرة في نفس الحاجة وما اقعش. ولكن لو انا كل هدفي ان انا بس اوصل، هدفي ان انا اعمل بس الحاجة، الانجاز، هدفي ان انا انجز الشيء ده، فبالتالي الاستمرارية سهل ان هي ما تبقاش موجودة بعد كده. الشغف هيقل مع الوقت، اي حاجة تقدر تهزه. لكن تخيل نفسك لو انت في الغابة وطلع عليك حاجة هتأذيك، ايه اول حاجة هتخليك ان انت الادرينالين يعلى عندك؟ الخوف. بس في اوقات بقى ناس بيحصل لها فروزن، تتجمد. تتجمد لما تيجي تتعرض لحاجة، تتعرض لريسك. وقتها بقى الناس اللي بتتجمد دي تتجمد. فالفروزن، احساس التجميد ده بيحصل لك في حياتك. اوقات بتبقى عايش سنين كتيرة قوي ما بتعملش اي حاجة عشان انت في احساس التجميد ده. احساس ان انت ولا عارف تقوم تبدأ خطوة ولا عارف تكمل في حاجة بتعملها، واقف في مكانك مش عارف تعمل حاجة، خايف من اي خطوة هتعملها، خايف من ان انت مش هتستمر، خايف من ان انت تفشل، متجمد مكانك، ما استخدمتش خوفك صح. الخوف اوقات بيخليك تتصرف بالطريقة اللي انت تدافع فيها عن كيانك، فاستخدم الخوف ده صح. لو انت عرفت ان انت دلوقتي في حالة التجمد، ان انت مش عارف تعمل اي حاجة، ايه اول حاجة تبدأ ان انت تطلعك من الحالة دي؟ هي اواجه. خلاص انا دلوقتي عارف نفسي ان انا خايف، وعارف نفسي ان انا مش عارفة اعمل اي حاجة وان انا تقيل. ابدأ اخد خطوات بالراحة، ابدأ ارجع نفس تاني ليا. مش مشكلة ايه العواقب اللي هتحصل نتيجة الحركة اللي هعملها، المهم خليني مركز في الحركة الاولى اللي انا هبدأها، مش مهم بعد كده. المشكلة اللي بتخليك ما تكملش فعلا ان انت بتبقى عايز تتخيل السيناريو كامل مثالي. تخيلوا معايا لو حد واقف قصاد اسد في الغابة مثلا، تمام؟ وهو عنده معلومات ان الاسد اقوى واسرع، تمام؟ بس هو عمره ما اختبر الحاجة دي. فخلاص هو هيبص لها بنظرة اليأس ونظرة التجمد، انا كده كده ميت، سواء كده او كده ميت. طب ما تجرب، ما جايز لما تجري يتفتح لك طريق وتعرف تنقذ نفسك. لا لا، خلاص انا عارف النتيجة ايه، انا عارف نفسي وعارف قدراتي. انت ما جربتش الموضوع ده قبل كده، ابدأوا بس وخد خطوات وهو يبقى اسمك حاولت، يبقى اسمك حاولت تنقذ نفسك. لا، هاي النظرة المحدودة دي والتجمد اللي بيحصل لك هو ده يمنعك ان انت تعمل اي محاولة وتبدأ، ويمنعك ان انت تكمل. ليه؟ لان نظرتك لنفسك ان انت قدراتك محدودة، وان انت طريقك في النهاية معروف، راسم السيناريو وان انت طريقك في النهاية متخيله، راسم السيناريو الأسوأ. او ساعات بترسم سيناريو خيالي قوي، ولما يحصل لك بس وقعة بسيطة ولا حاجة فتقول لنفسك اهو شفت نفسك التانية بقى في اللاواعي يجي يقول لك ايه، شفت ان انت مش عارف تكمل ازاي؟ قلت لك من الاول، قلت لك ما تكملش، خليك بقى كده زي ما احنا كده، خلينا في الكومفورت زون، خلينا على طول زي ما احنا كده، يعني هنتاكل، خلينا نتاكل على طول، مش لازم مناهدة. حياتك انت بقى كده، خليك قاعد في السرير نايم، ما تعملش اي حاجة، لمجرد ان انت متخيل ان انت لازم لما تاخد خطوة تبقى مثالية وتبقى مظبوطة قوي.
عايزة أقول لكم إن ده الكلام اللي بيخلّيني أعمل أي حاجة في حياتي، فكرة إن أنا عايزة أحاول، المحاولة مش هاخسر حاجة لمّا أحاول، بالعكس أنا لمّا ما احاولش إن أنا أعمل أي حاجة في حياتي، ده اللي هيخلّيني إن أنا ندمانة. يعني أنا هاقول لكم إن أنا الخوف اللي عندي، الخوف إن أنا أندم، أنا مش باحب الندم، فخوفي إن أنا أندم على حاجة ده بيخلّيني إن أنا أعمل حاجة وأكمّل فيها، ده المُحرِّك بتاعي، فشوف أنت خايف من إيه وخلّيه المُحرِّك ليك في إن أنت تعمل أي حاجة وتكمّلها. أنا باشوف إن الحياة فرصة، فأنا هاحاول أستغل الفرصة وأحاول إن أنا آخُد خطوات زي ما أنا عايزة، مش مهم هاوصل لإيه، بس الخطوات دي تخلّيني بعد كده ما أندمش وأقول أنا ليه ما عملتش حاجة، ما استغلّيتش ليه الحاجات اللي أنا بامتلكها إن أنا أعمل أي حاجة في حياتي. وعلى فكرة ده مش معناه إن أنا لازم يبقى عندي هدف كبير فظيع يخلّيني إن أنا أعمل حاجة ويخلّيني إن أنا أتحرّك من مكاني. أنا أوقات لمّا باكون مثلًا عندي هدف إن أنا نِفْسي أجرّب إن أنا أربّي عصفور وآخُد الخطوة، طَب ما سلبياته كتير، طيب مش عارفة هيضايقني بصوته، طيب مش عارفة إيه، خلاص أنا عارفة إن سلبياته كتير، بس أنا عايزاه آخُد الخطوة دي علشان أنا مش عايزة أندم إن أنا ما جرّبتش، فهاقوم أجرّب وآخُد الخطوة دي، ما أفضلش حاطّة إيدي على خدّي وأقعد أتخيّل إن أنا السيناريو الحلو، السيناريو الوِحِش وأقعد أسأل الناس وفي الآخِر ما أعملش الحاجة. مثال العصفور ده قيس عليه أمثلة كتيرة أوي، كام مرّة في حاجة كنت عايز تعملها وتتردد، أو تسأل حد وهو من وجهة نظره يقول لك إن هو لأ، أو تخش تشوف السلبيات بتاعة الحاجة ويخلّيك بعد كده ما تعملهاش. عادي إن إحنا نعمل حاجة ونكتشف بعد كده إن هي غلط، بس الاسم إيه، إن إحنا جرّبنا الحاجة دي، على الأقل هيبقى عندنا خبرة فيها، طول ما هي مش هتأذينا عادي لمّا نجرّبها. فأهدافك لمّا تبدأ بأهداف صغيرة هتعلّم نَفْسك يبقى عندك أهداف كبيرة، دايمًا باقول الأهداف الصغيرة بتجيب أهداف كبيرة، ومش شرط يبقى عندي برضه أهداف كبيرة، إن أنا أعيش في سلام نَفْسي، إن أنا أعيش باكتشف نَفْسي، إن أنا أعيش سعيدة، ده هدف، ويا سلام لو وصلت له، ويا سلام لو عِشت بيه. فما تصغّرش أهدافك وما تسمحش إن حد يصغّر أهدافك، ولا تسمح للسيناريوهات السلبية تأثّر عليك. تجربتك في الحياة مختلفة، ولادتك مختلفة، روحك مختلفة، بصمتك مختلفة، فأكيد تجربتك مش هتكون متشابهة مع حد، فما تسمحش بتجارب الناس تأثّر فيك أو التخيُّل السلبي يأثّر. اخلق الشغف لنفسك، ما تستناش حد يخلقه لك، اخلقه لنفسك، دَوّر على أكبر خوف عندك واشتغل عليه، وعادي إنك تخلّيه يحرّكك، الخوف أوقات بيبقى مفيد ليك، بيحميك، في شوية خوف مع تشغيل عقل هتستخدم خوفك ده في إن أنت تطلّع نَفْسك من أي حاجة خطر، وهتبقى حذر، وفي نَفْس الوقت هيبقى عندك خطوات بتحميك، فحُط الخوف ده واقعد كده دَوّر كده، امسك ورقة وقلم واقعد شوف إيه أكبر خوف عندك، والخوف اللي عندك ده تحوّله لخوف صحّي إن أنت تستغله لحاجة صح، مش تقعد متقوقع على نَفْسك وعايش في أفكار سلبية، وعايش بقى بإحساس الخوف اللي هو السلبي، المشاعر السلبية اللي تخلّيك قاعد مكانك متجمّد، كل ما تحس نَفْسك متجمّد افتكر إن أنت مش في غابة، مش قدّام أسد، أنت قدّام حياة مش مثالية، عادي إن أنت تغلط، المهم لمّا تغلط تقوم وتكمّل وتتعلّم وتُقع تاني وتقوم، المهم إن أنت تكمّل، أيًا كان النتيجة اللي هتوصل لها، المهم لمّا توصل في يوم من الأيام هتشوف نَفْسك إن أنت كانت تستاهل، أنا حاولت. دخلت على موقع كده مش فاكرة بصراحة اسمه إيه دلوقتي، كان ناس كاتبة تجاربها، ففي ناس كتبت الناس اللي هي في سِن ال60 قالوا أكتر حاجة ندمانين عليها في العشرينات إن إحنا في حاجات ما عملناش فيها حاجة، ما خدناش خطوات فيها، ندمانين إن هُم ما عاشوش سِنّهم صح، ما حققوش أهدافهم، الموضوع ده لَفَت انتباهي أوي. أمّا تكبر ما تندمش على حاجة ما حاولتش فيها، لمّا تبقى صحتك على قدّك، لمّا تبقى الحياة مش زي الأول معاك، لمّا يبقى عندك فرص وتضيّعها، فرص على الأقل حتى لو فرص صحية، إن أنت بصحتك دلوقتي وإن أنت قادر إن أنت تحاول وما تحاولش، وبعدين لمّا تكبر هي دي النسخة اللي أنت عايز تشوفها عن نَفْسك؟ يعني ربنا خلقك علشان تفضل قاعد في مكانك نايم في السرير ما تعملش أي حاجة خالص مستسلم؟ أنا شايفة إن الحياة تستاهل محاولة على الأقل، يا صابت يا خابت زي ما بيقولوا كده بس تستاهل محاولة. الكلام ده يبقى من جوّه تحسه عشان الكلام ده هو اللي هيحركك. أنا مش دايمًا حد بييجي يقول لي الكلام ده،
ومش دايمًا عندي المحفز اللي دايمًا ييجي يقول لي اعملي وقومي وكمّلي في اللي بتعمليه واشتغلي وقومي من السرير واتحركي وخلّي عندِك أهداف. ما عنديش حد دايمًا على وداني بيقول لي، أنا دايمًا اللي باقول لنفسي. أوقات باقع، أوقات بافضل نايمة يومين مش عايزة أعمل حاجة out of mood، بس باحترم الفترة اللي أنا فيها دي وباقوم تاني وأكمّل. مش باستنى حد ييجي يسندني يقول لي قومي، لأ، بافكّر نفسي بالمميزات اللي عندي وده اللي بيحركني. أنا ربنا حاططني في مكان دلوقتي وعايزني إن أنا أعيش وأجرّب، فلازم أجرّب، مُجبرة. مش دايمًا لازم تستنى محفّز، تستنى حد يفضل يسندك ويقوّمك، لأ، تقوم وقوّم نفسك، دَوّر على أي ميزة فيك واقعد افتكرها وشجّع نفسك بيها، دي الحاجة اللي هتخلّيك تتحرّك. زي كل مرّة لو وصلتوا معايا لنهاية الفيديو اعملوا لايك واعملوا سبسكرايب في القناة، عشان الحاجة دي بتفرق معايا إن أنا أكمّل. عايزاكم تكتبوا لي هدفكم إيه بطريقة مختصرة، مش عايزة شرح، علشان مخّك ما يفتكرش إن أنت عملت الحاجة، لإن المخ ليه طريقة كده معقدة شوية. اكتبوا لي أنا ناوي أشتغل على هدف، واكتبوا لي الهدف إيه، وأشوفكم في فيديو جديد. باي.